السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في قناتكم اكلة ماما. هنعمل مع بعض النهاردة الكفتة بالصلصة، طعمها بجد خيال. المرة دي هنعملها بالفراخ مش باللحمة. مش هتقدروا تفرقوا ما بينها وما بين كفتة اللحمة من حلاوتها، بل بالعكس هتحبوها اكتر لانها بتكون اخف واطرى والذ بكتير. جربوها ومش هتندموا. نقول بسم الله ونبتدي بالمقادير. معايا اول حاجة التوابل، عبارة عن ملح، توابل فراخ، توابل كفتة، معايا فلفل اسود، كزبرة جافة، بابريكا، وسبع بهارات. دي التوابل اللي موجودة معايا. تقدروا تضيفي او تقللي حاجة، مفيش اي مشكلة. معايا بقى الكفتة عبارة عن فراخ مفرومة، معايا شبت، معايا كزبرة خضرة وممكن نستخدم بقدونس بدل الكزبرة، معايا بصل ناشف، ومعايا توم، ومعايا فلفل حامي لو تحبي فلفل حامي. الكلام ده كله بقى مفروم كويس جدا جدا مع بعضه، وهنبتدي بقى نشكلها زي ما احنا حابين. صوابع حابين طبعا، ده الشكل الاساسي بتاعها. ممكن تعمليها كور، ممكن تعمليها لو عندك قطعات بقى على شكل قلب نجمة، زي ما تحبي خالص، مفيش اي مشكلة. اهم حاجة هتعمليها مضغوطة كويس بس علشان ما تفكش معانا في الزيت ولا في الصلصة، وهي مش هتفك طالما انتي فرمها ناعم، تبقى معاكي زي الفل، ما تقلقيش خالص. بعد ما شكلناها هنحمرها بقى في الزيت، تاخد لون كده حلو جميل، وبعدين نبتدي بقى نعمل لها الصلصة بتاعتها. الصلصة بتاعتها سهلة وبسيطة خالص، عبارة عن بصل مفروم، هنبتدي ان احنا نشوحه كده ونحمره في زيت، في سمنة، في زبدة، زي ما تحبي، مفيش اي مشكلة خالص، بس يفضل زيت لان هي متحمرة في زيت يعني. هنشوحه كده ياخد لون حلو، وبعدين هبتدي انزل عليه بعصير الطماطم، وممكن اضيف من معلقة لمعلقتين صلصة علشان اديها تسبيكة حلوة. بالنسبة للتوابل يعني ممكن تحطي بس فلفل اسود وكمون، حاجة بسيطة لان في توابل كتيرة في الكفتة، وطبعا ملح على قد الصلصة. ممكن لو في بقى عندك مرقة دجاج اللي هي الشوربة هتضيفي شوربة، لو مفيش ممكن تضيفي مكعب او مكعبين مرقة دجاج مع المية، هيحلوا الموضوع ومفيش اي مشكلة وهيدوكي نفس الطعم والنتيجة. بعد بقى ما البصلة كده اخدت معايا لون حلو، ابتدي انزل بقى عليها بعصير الطماطم، وزي ما قلت لكم انا ضفت من معلقة لمعلقتين صلصة عشان بس اديها كده تسبيكة حلوة وتاخد لون حلو معايا. ابتدي بقى اسيب الصلصة كده تاخد مع بعضها بقى غلوة حلوة كده وتبتدي تتسبك، وبعدين هنزل بقى عليها بالمية السخنة، وطبعا هحط التوابل وهحط مكعب مرق الدجاج، وبعدين هنزل بقى بالمية السخنة تاخد غلوة كده مع بعضها، وانزل بقى بالكفتة. كده الصلصة بتاعتي غلت شوية وبدأت تتسبك، نزلت بقى بالتوابل بتاعتها، وبعدين تستوي كويس جدا، تاخد بقى سواها وتسبيكتها مظبوط. هبتدي انزل عليها بالمية السخنة ومكعب مرقة الدجاج، وزي ما قلنا لو في شوربة يكون افضل، مفيش اي مشكلة. مية سخنة عادي مع مكعب مرقة دجاج، وكده كده الكفتة طبعا كلها فراخ، فالنكهة بتاعتها قوية، مش محتاجة يعني شوربة ولا اي حاجة، هتديكي نفس الطعم والنتيجة. بعد بقى ما الصلصة اتسبكت معايا كويس جدا، نزلت عليها بالمية السخنة ومكعب مرقة الدجاج، واول ما هتغلي بقى مع بعض كده تاخد غلوة حلوة، هبتدي انزل بالكفتة بتاعتي. دي الكفتة طبعا متحمرة، هننزل بقى بيها في الصلصة، هتاخد بقى غلوتين كده، هتشوفي السوا بقى زي ما انت حباها، زي ما انت حابة السوا بتاعها. وبعدين ده الشكل النهائي ليها بعد ما خدت تسبيكة حلوة واستوت كويس في الصلصة. طعمها وريحتها تحفة، جربيها ومش هتندمي، وقوليلي رأيك في التعليقات وبتعمليها ازاي. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوناش بلايك وشير وسبسكرايب للقناة، وفعلوا زر الجرس، واستنوا كل جديد من قناتكم أكلة ماما. سلام.